من بين توصيات مجلسنا الوطني في دورته الثانية التطرق للمستجدات الوطنية، وعلى رأسها باعتبار أن سنة 2024 هي سنة سياسية بامتياز، لأنها ستعرف تنظيم انتخابات رئاسية في نهاية السنة. فخصصنا مجلسنا الوطني على صعيد المستجدات الوطنية للنقاش حول هذا الموعد الهام. نعتبره موعد هام لتكريس البناء المؤسسي تاع الدولة، ونعتبر بأن الوقت قد حان كحزب سياسي وكطبقة سياسية باش نباشر ونتطرق للانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية ما لازمش تتحضر في الأسبوع أو في الشهر الأخير كما راهي بعض الأحزاب راهي راقدة متخبية، وكأن الحديث عن الرئاسيات هو جريمة أو عيب أو خطأ سياسي. في كل الدول اللي تحترم نفسها ديمقراطيا تحضر الانتخابات الرئاسية 2-3 سنوات قبل موعدها. نعطيهم مثال تاع دولة اللي راهي قريبة لنا اللي نتبعوها سياسيا، دولة فرنسا. رئيس الجمهورية الفرنسي مازال له 3 سنين ونص الانتخابات في 2027، ولكن حاليا الطبقة السياسية في فرنسا سواء الموالاة أو المعارضة راهم يحضروا ويقدموا المرشحين نتاع كل قطب من الأقطاب السياسية. لهذا نقول للطبقة السياسية بأن الوقت قد حان لطرح وتحريك النقاش الرئاسي. ندعو في هذه المناسبة إلى تضافر جهود الجميع من أجل باش تكون العهدة القادمة، لأن بالنسبة لنا في لاينار الشيء اللي يهم ماهوش الرأس، ماهوش الشخص الرجل أو المرأة اللي راح ننتخبوه رئيس، بقدر ما يهم مضمون ومحتوى العهدة الرئاسية والرؤية والبرنامج اللي راح تجسدوا هذه العهدة هذه. لهذا ندعو كما كنا ندعو في السابق باش نستغل فرصة 2024 حتى نجعل من العهدة القادمة عهدة حقيقية للإصلاح وللتحول. un mandat de réforme et de transition ولا un mandat de réforme et de mutation. تكون محصلة لتوافق وطني. التوافق الوطني هذا منين يجي من خلال حوار وطني كنا دعينا له في الحزب منذ 2019 وما زلنا ندعي له اليوم. عهدة للانتقال وعهدة للتحول وجيب لجملة من التحولات اللي نتكلموا عليها في لاينار. لازم نسمح من خلالها للجيل الصاعد أنه يشارك في تسيير الشأن العام، يشارك في تسيير الأمة. عندما نشوف وزير أول في فرنسا في عمره 34 سنة، ونشوف وزير خارجية في فرنسا في عمره 37، ونقدر نعطي أمثلة كثيرة عن تشبيه لو بيرسونيل بوليتيك. إذا نحن كذلك في 2024 لازم تكون فرصة للانتقال الجيلي بعيدا عن صراع الأجيال، ما نامنوش فيه، نامن بأن التداول والتكامل بين مختلف الأجيال. تحول كذلك سياسي اللي راح طالبه الشعب لازم نجسدوه في العهدة الرئاسية القادمة. تحول سياسي معناه نمط حكم جديد، نمط حوكمة جديد. على واش يعتمد هذا النمط؟ يعتمد أن نخرج من الشرعية التاريخية إلى شرعية الصندوق، إلى شرعية الاختيار الحر للمواطنين، والاختيار هذا يتبنى على أساس الكفاءة والالتزام والإخلاص، وليس على أساس الولاء أو الجهوية أو المحسوبية. تحول ثالث اقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية تسمح لنا كجزائر أننا ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد خلاق للثروة، واقتصاد متنوع حقيقي، واقتصاد حر لنشجع فيه المبادرة ونخلي التنافس بين الشركاء الاقتصاديين والمتعاملين تنافس شريف وحر وشفاف، وما نعاودش نمارس ممارسات الماضي وين نلقاو الرجل السياسي لازم يميل على مستثمر أو على نقابة نتاع المستثمرين باش يجسد البرنامج نتاعو. تحول رابع وهو التحول الاجتماعي والثقافي اللي لازم العهدة الرئاسية القادمة تأخذ بعين الاعتبار فيما يخص الإصلاحات في قطاع العدالة، في قطاع التربية، باش نرقي حقيقة منظومة تربوية للمواطنة، منظومة تربوية رقمية، منظومة لتخلق اقتصاد الرقمنة وتنشئ المواطن الصالح وليس المناضل الحزبي، وإصلاحات أخرى في الذاكرة، في التضامن الوطني،
في الاهتمام بالفئات المحرومة وكذلك بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحول كذلك للازم تجسد العهدة الرئاسية القادمة على صعيد السياسة الخارجية وسياسة الأمن والدفاع الوطني. محتاجين سياسة خارجية في بلادنا تعرف توازن بين المبادئ اللي لازم نحافظ عليها وبين المصالح نتاع بلادنا اللي ما لازمش ننساها. ما لازمش نكونوا ملكيين أكثر من ملك بلوروياليست في الروا في بعض الملفات. الناس كامل، الدول الإقليمية كامل تبحث على مصالحها، وإحنا أحيانا يحبوا يغرقونا في الشعارات الجوفاء. ثم تحول أخير لازم العهدة الرئاسية القادمة مهما يكون الشخص اللي راح يكون رئيس في البلاد لازم يتكفل بها، هو تحول على صعيد سياسة الأمن والدفاع الوطني، من خلال واش نعزز احترافية مؤسساتنا ونلتف حولها الجيش الوطني الشعبي، ثم ننقاوب هذه المؤسسات على التجاذب السياسي، وكذلك ما نحملوهاش مسؤوليات أكثر من مسؤولياتها. كي نفسدوا احنا كسياسيين ربما قد نحمل هذه المؤسسات أنها تلعب أدوار ليست أدوار مخولة لها دستوريا. هذه التحولات الخمسة اللي لازم نترجمها ونجسدها للعهدة الرئاسية القادمة. إذا بالنسبة لنا حياة كتحالف وطني جمهوري قررنا اليوم في المجلس الوطني باش نباشر الاستعدادات للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي نتاع 2024 من خلال تفويض قيادة الحزب أن تحدد الطريقة المناسبة للمشاركة عبر خطوات، عبر منهجية. احنا ما نشاركوش هكذاك برك قال كاين عرس هاي نروحوا ندعموا ولا هاي نروحوا نترشحوا. عندنا منهجية نستجيب من خلالها لتطلعات المواطنين. هذه المنهجية أول شيء راح الانتخابات. من المفروض الانتخابات شكون يقرر فيها؟ يقرر فيها واحد، وهو الشعب الجزائري صاحب السيادة. إذا من المفروض كسياسيين أول حاجة نديروها نمشيو عند الشعب هذا، وراح نمشيو ليه كما مشينا ليه في السنوات الماضية في لقاءات ولائية، في ندوات، في عمل جواري في كل ولايات الوطن، باش نشوف المواطن، نستطلع رأيه المواطن كيفاش يقيم العهدة الحالية، العهدة اللي راح قريب تخلص كيفاش يقيمها بإيجابياتها وبسلبياتها. كاين إنجازات تحققت نشوفوا المواطن واش راه عاجبو فيها، وكاين صعوبات، كاين غلاء، كاين تدهور القدرة الشرائية، كاين بعض المظاهر تاع الغلق، كذلك نشوفوا المواطن واش يقرر في هذه المسألة. الشيء الثاني في خطوات المنهجية هو أننا سنواصل الحوار مع الشركاء السياسيين لأننا حزب يعتبر بأن الانتخابات الرئاسية ما عرس، الأحزاب كامل لازم نشاركوا فيها. رانا 70 حزب لازم نقدموا 70 مرشح. الانتخابات الرئاسية هي عمل جاد، وهو صراع فكري نتاع مشاريع مجتمع. سي ان ديبا دو بروجي دو سوسيتي. لهذا حنا ندعيو كحزب إلى تشكيل عائلات سياسية كبرى. كاين 3 4 تيارات كبرى في بلادنا، لازم تقدم كل واحد منها يقدم مرشح، ما نقدموش 200 مرشح. كاين تيار المحافظ الوطني، كاين تيار الديمقراطي الجمهوري اللي احنا ننتميو ليه، كاين تيار الإسلام السياسي، وكاين تيار اليسار، أحزاب اليسار ومعروفين على كل حال. إذا نتمناو باش الانتخابات الرئاسية القادمة الأحزاب تتحالف باش تقدم تيارات سياسية، باش نخلي الفرصة للمواطن عندما يختار بين مرشحين 4 أو 5 يختار على أساس مشاريع المجتمع، ماشي على أساس الكلام الفارغ أو الشعارات الجوفاء. كذلك تحضير الانتخابات سنباشر من خلال تفعيل لجنة التفكير الاستراتيجي على مستوى حزبنا، اللي راح تتكفل بإعداد تصورات أولية، بإعداد برنامج انتخابي أولي. البرنامج هذا وش راح نديروا به؟ إما نقدموا به مرشحنا، مرشح عن الحزب أو عن تحالف حزبي، أو برنامج لندعم من خلاله مرشح ما. احنا ما عندنا حتى عقدة في التحالف الجمهوري باش نترشحوا أو باش ندعموا. اللي يهمنا هو البرنامج اللي راح نتكلموا عليه. إذا لقينا مرشح خير منا ويتكفل ببرنامج اللي نعملوا به ندعموه بدون أي عقدة. الشيء الرابع من تحركاتنا المنهجية هو مواصلة كذلك التحضير الإعلامي
ان شاء الله يكون هناك انفتاح اعلامي وسياسي، ما نبقاوش نعاني كما رانا نعانيو اليوم كاحزاب غالقين علينا القنوات الاعلاميه، ويقول لك من بعد ارواح تشارك في الانتخابات وارواح تنجح العرس الديمقراطي. هاو الديمقراطيه هذه لازم لها ادوات، ماكش انت غالق عليا التلفزيون العمومي والقنوات وتقول لي ارواح شارك معايا في الانتخابات. ثم هذه الانتخابات باش تنجح، وهذا هو همنا وهذه هي غايتنا كحزب سياسي، ماذا بينا باش تنجح وتصبح صح حقيقه عرس ديمقراطي. تحتاج مجموعه من الظروف، تحتاج أن السلطه السياسيه القائمه في بلادنا بمؤسساتها السياسيه والامنيه يهيئوا المناخ. المناخ هذا كيفاش يتهيأ؟ يتهيأ من خلال الانفتاح السياسي، من خلال رفع التضييق على الاحزاب، من خلال الانفتاح الاعلامي، ومن خلال مجموعه من الاجراءات تاع التهدئه وتاع الثقه، خاصه المساجين او الموقوفين اللي عندهم علاقه بالشيء اللي وقع في الحراك، سواء كانوا نشطاء او صحفيين. ماذا بين السلطه القائمه تعالج هذا الملف بمعالجه انسانيه ومعالجه حكيمه. ما نقدرش نمشي للانتخابات وحنا مازال مواطن يدير جام في الفيسبوك يلقى روحه ربما في متابعات قضائيه. هذا المناخ ماهوش مناخ صافي وما يرسخش انتخابات نزيهه وشفافه. داير في قضيه الغلق السياسي نضحكوا شويه والغلق الاعلامي. عندما نتكلم مع اخواننا في رئاسه الجمهوريه احنا واحزاب اخرى وش يقولوا لنا؟ كما قالوا بعض الاحزاب يقولوا لنا رئيس الجمهوريه ما عطاش تعليمات، وصحيح حقيقه انا نعرف بلي رئيس الجمهوريه ما عطاش تعليمات باش يغلقوا على الاعلام. كي نتكلم مع وزير الاتصال الجديد يقول لك كذلك او يصرح فيها في الاعلام وزاره الاتصال ما عطاتش تعليمات باش نغلقوا على الاحزاب. اذا لازم تفهمونا يا اصحاب السلطه، فهمونا شكون يقرر في البلاد هذه. اذا الرئيس ما عطاش تعليمات والوزير تاع الاتصال ما عطاش تعليمات القنوات باش يغلقوا علينا، شكون اللي عطى تعليمات باش يغلقوا على الاحزاب السياسيه؟ ولا راح نرجعوا كما قبل 2019 ما يسمى بالقوى الغير الدستوريه اللي تقرر في مكان المسؤولين، لكن نخليو علامه استفهام يجاوبون عليها المسؤولين تاع البلاد. كذلك هذا الشيء تحضير المناخ كما قلت كاين جهد تقوم به السلطه باش تحضر الانتخابات. تحضير الانتخابات مش فقط تجيب الصناديق واخدم بطاقات الانتخاب، نو، تحضير الانتخابات هو قبل هذا مناخ سياسي. ثم كاين جهد اللي نقوم به احنا كطبقه سياسيه، ندعيو اخواننا في الطبقه السياسيه باش يباشروا النقاش الرئاسي حول هذا الموعد هذا. شكون هي الطبقه السياسيه؟ كاين الموالاه او الاغلبيه الرئاسيه اللي لازمها تكون عندها شجاعه، بل هو حقها وواجبها في نفس الوقت، باش تقدم تقييم تاع الحصيله تاع الرئيس نتاعها للشعب مقارنه بالوعود الانتخابيه اللي تقدمت في 2019. وهذا الموالاه كما كنا احنا بكري موالاه ونقدموا التقييم تاع الرئيس اللي كنا معاه، ولكن هذا التقييم تاع الحصيله ما لازمش يندار باستعمال الدعايه السياسيه وباستعمال وسائل الدوله في الاعلام. في المقابل احزاب المعارضه كذلك من حقها ومن واجبها انها تقيم الحصيله وتشوف واش هو سلبي وتقدم البدائل، ما تكتفيش بالمعارضه العدميه قال ما كان والو كلش اسود. هذا مو صحيح، عندك حق تنتقد، ولكن مع الانتقاد لازمك تقدم البدائل سواء برامج او شخصيات اللي تقدر تترشح وتقود البلاد. اذا الموالاه ما لازمش تستعمل املاك الدوله باش تدير الدعايه، والمعارضه ما لازمش تقدم طرح عدمي او طرح لتنتقد فيه وتطعن فيه في المؤسسات تاع الدوله. ثم كل هذا نقول بان تحضير الانتخابات الرئاسيه احنا داخلين فيه ان شاء الله، نتمناو الوضع اللي راهو في بلادنا وضع الداخلي، التحديات الداخليه وما يحيط بمحيطنا الاقليمي، مشاكلنا مع المغرب، مع المالي، مع الاسف مع ليبيا، مع تونس، مع صراعنا مع الكيان الصهيوني وغيرها. كل هذا الوضع هذا يجعل في بلادنا لا تحتمل، يجعل هذا الوضع بلادنا لا تحتمل الا ان تكون انتخابات حره ونزيهه وشفافه. احنا ننبه قواتنا في السلطه بلي الوضع في بلادنا
ما يحتملش نتلاعبوا بالانتخابات. البلاد محتاجة باش نقويوا جبهتها الداخلية، وجبهة الداخلية هذه تتقوى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة في إطار انفتاح سياسي وإعلامي.